بنات، وبعد ما فيديو البلوج بتاعي بقى في الصفحة الرئيسية لليوتيوب انا فرحانة جدا جدا، وكله بفضل الله ثم بفضل مشاهداتكم وفضل اللايكات بتاعتكم وتعليقاتكم. انا بحبكم قوي، انتوا عيلة تانية ليا بجد، وكل حد بيسأل عليا لما بغيب وكل كومنت كويس انا بحبكم قوي قوي. وعايزه اقول لكم بقى قررت اعيد التجربه، بس المره اللي فاتت كانت في اسكندريه، تحديدا في مدينه برج العرب في فتح الله ماركت. المره دي بقى احنا في مصر في العبور في التوحيد والنور. عايزه اقول لكم بقى ان كانت تجربه هايله جدا، بالذات بقى بالليل. المره اللي فاتت كنا في النهار، المره دي بقى بالليل. شكل الانوار اصلا ودخول المول والحاجات كده تحس ان هو بيهوي عن نفسيتك يعني. عايزه اقول لكم بقى اول حاجه دخلناها كانت قسم المطابخ. ليه؟ لان عجبني قوي المطابخ صغيره مش كبيره، لو في مساحات صغيره يعني. وكمان الالوانات جميله قوي، ولو في مساحات اكبر ممكن تاخدي يعني 3 مطابخ وانتي ترصيهم يعني بالشكل اللي انتي عايزاه وبالزاويه اللي انتي عايزاه. بصوا ده كان اول لون معانا، وبصوا برضو فتحت لكم عشان تشوفوا الرفوف شكلها ايه. وكمان الاسعار كانت جميله قوي يا بنات. اي حد عايز بقى الاسعار بالتفصيل، عايز اي حاجه يستعلم عنها، اي حاجه شافها وانا ما ذكرتهاش، ممكن يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول والله، لاني برد على كل الكومنتات وببقى فرحانه جدا جدا بالمشاهدات بتاعتكم وبكومنتاتكم، فبرد على كل الكومنتات. وعايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان التجربه المره دي كانت مختلفه، لان انا اشتريت حاجات. المره اللي فاتت انا رحت واتغديت وجبت حاجات خفيفه يعني، بس المره دي الحمد لله انا اشتريت شويه حاجات حلوين وعجبوني. الفيديو الجاي ان شاء الله هفرجكم عليها، لان الفيديو ده ممكن ما يكفيش. بصوا بقى حبايب قلبي، دي كانت الوانات المطابخ كلها زي ما انتم شايفين، كل لون افخم من اللون اللي قبله. في كمان ترابيزات زي كده ممكن تحطوها في المطبخ، ممكن تحطوها في الصاله، يعني لو المطبخ واسع ممكن تحطوها وتاكلوا عليها. كمان بصوا الادراج مدهونه من جوه بشكل جميل، اللي هو يعني تقدروا تمسحوها وترجع بتلمع. الكراسي خامات جميله قوي، شايفين اللهم بارك، حاجه حلوه قوي. وكمان في كراسي لوحدها وفي ترابيزات لوحدها، مش شرط تاخدي الترابيزه بالكرسي. في حاجات كتيره قوي، فاللهم بارك. الاشكال كلها حلوه والالوانات فخمه وشيك. وكمان يعني عجبني قوي قوي ان كان في اقسام، يعني برضو نفس الاقسام اللي كانت في فتح الله ماركت، اللي هو كل حاجه منظمه ولوحدها. هنا برضو في التوحيد والنور كانت كل حاجه منظمه ولوحدها. ده التوحيد والنور فرع العبور. فشايفين الوانات الكراسي يا جماعه، فخامه بجد بجد، حاجه يعني للفخامة عنوان، فعلا حاجة جميلة جدا. هنا بقى اللي كانت بتصور همت بنت اختي، وانا قلت لها ان انا هقول ان انتي اللي صورتي يا همت، مشكورة جدا. انا بحبك قوي يا همت، بقولك من خلال الفيديو، وبحب كل الاطفال اللي في البيت هنا طبعا، وكلهم بيحبوني بفضل الله. وعايزة اقول لكم حاجة كمان. بصوا بقى الترابيزات، لو تلاحظوا كان في بإزاز وفي من غير إزاز، يعني لو في أطفال وانتوا خايفين عليهم وكده ممكن تجيبوا اللي هي زي دي. لو الأطفال كبار شوية وممكن اللي هم فاهمين وعارفين ممكن تجيبوا اللي هي بإزاز زي كده. طبعا اللهم بارك، في حاجات خشب ومطلية زي ما انتوا شايفين كده، وفي حاجات اللي هي زي ما يكون فيها كفر قطن، وفي اللي هي قطيفة. بصوا بقى الترابيزة دي شكلها روعة، فيها ورد كده من تحت، ممكن كمان تشيلوا الازاز وتحطوا حاجات تانية انتوا عايزينها، مفيش مشاكل. دي جميلة قوي لو حطيتوها في مطبخ، ودي حلوة قوي لو اتحطت كسفرة صغيرة. يعني في موديلات كتيرة قوي، في حاجات كتيرة جدا هتعجبكم قوي. فانا قلت يعني اصور لكم بالتفصيل الممل، علشان لو في حد عايز يشتري حاجة فطبعا هيكون عايز يتفرج عليها بالراحة واحدة واحدة. عايزة اقول لكم بقى يا بنات ان انا عندي احلام كتيرة جدا وحاجات كتيرة نفسي احققها وانتوا بتتفرجوا كده يعني. منهم طبعا اول ما ان شاء الله ربنا يكرمني والقناة بتاعتي تتفعل ان شاء الله يا رب العالمين، هتتفعل باذن الله. انا خلاص على الحافة يعني، في حاجات كتيرة قوي اتحققت. واكبر شيء طبعا عاجبني ان الفيديو بتاعي بقى مقترح في اول صفحات اليوتيوب، ودي احلى واغلى حاجة في الفيديو كله، الورد. زي ما قلت لكم انا بحب الورد جدا جدا. انا نفسي والله كنت عايزة اشتري ورد، بس المرة دي ما قدرتش لان كنت بشتري حاجات تانية. فان شاء الله المرة الجاية لو رحت هشتري ورد، وهوريكم المشتريات اللي انا جبتها، وهقول لكم سعرها كام وكل الحاجات دي كلها. شايفين بقى
الورد فيه حاجات كتيرة قوي باشكال مختلفة، في اشجار وفي ورود وفي حاجات كتير. نرجع بقى لموضوعنا. انا نفسي ان شاء الله اول حاجة اعملها انا هتبرع لمستشفى السرطان، ربنا يعافي اطفالنا كلهم، واكيد هتبرع لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يفك اسرهم وكربهم يا رب. واكيد بقى كمان هعمل حاجة، اول حاجة عايزة اعملها ان انا عايزة اطلع حماتي عمرة حتى لو كانت طلعت، وعايزة افسحها في كل مكان هي نفسها فيه. طبعا هي مش محتاجة، ربنا يزيدها يا رب، بس انا نفسي تبقى حاجة من خلالي لان انا بحبها جدا، وامي كمان، يعني امي وحماتي نفسي اعمل لهم كل حاجة حلوة. طبعا امي نفسي طبعا اطلعها عمرة هي كمان وافسحها واعمل لها كل حاجة جميلة، وحماتي برضو لان حماتي يعني انا لما بروح اولد بتكون طبعا امي في اسكندرية وانا في مصر، فبتكون معايا، يعني بتكون ماما لسه ما لحقتش تيجي وهي بتكون معايا وسنداني، وبتكون معايا لحظة بلحظة. وامي طبعا حبيبة قلبي ونور عيني اللي هي اغلى انسانة في الدنيا كلها بتيجي وبتكون معايا وسنداني برضو، لان دي يعني انا مهما اتكلمت عن امي وقلت هي سنداني ازاي وماسكه ايدي ازاي مهما كبرت ومهما العمر عدى، انا مش هقدر اوصف غلاوه امي طبعا. ولكن حماتي برضو غاليه عليا وبحبها ونفسي اجيب لها كل حاجه، لان هي زي ما قلت لكم بتكون سنداني وايديها في ايديا في مواقف كتيره قوي قوي ببقى محتاجه لامي، وبتكون ماما مش موجوده في مكان وانا في مكان، بلاقي حماتي سانده. انا من خلال الفيديو ده بقول لها ان انا بحبك قوي ونفسي ربنا يكرمني علشان اجيب لك كل اللي نفسك فيه، حتى لو انتي مش محتاجه ربنا يزيدك ومعاكي كل اللي نفسك فيه. انا نفسي تبقى حاجه من خلالي، وبقول لك ان انا بحبك جدا، ربنا يديمك في حياتنا، وان انتي اصلا ما تعتبريش حما خالص، انتي امي بجد والله. انا مش بطبل ولا بقول كلام كده خلاص، وكل اللي قريبين مني عارفين ان حماتي ست كويسه يعني، فانا بحبها جدا جدا، ربنا يديمها في حياتي يا رب. وهنا بقى كان قسم اللي هو ادوات المطبخ، في كل حاجة بقى من اول المعالق للشوك للحلل. في كمان حاجة عجبتني ان في حلل نحاس وصواني نحاس، هي شكلها مذهب، انا مش عارفة هي نحاس ولا شكلها مذهب كده بس. وبرده سكاكين كده زي ما انتم شايفين. حبايب قلبي بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير للفيديو، علشان لو في حد عايز يجهز عروسة او حد عايز يجهز بيته وحد عايز يجيب حاجات على قد امكانياته ويشوف من خلالكم، اكيد طبعا الدال على الخير كفاعل. وكمان يا حبايب قلبي بيهمني جدا تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. والله العظيم لو غلطت في كلمه انا همسح الفيديو، لان زي ما قلت لكم صوتي اصلا رايح، وكمان مش هقدر اعيد كل الكلام ده تاني. تمام، لان الكلام ده كان فيه حاجات طالعه من قلبي فانا مش عايزه امسحها. عايزه اقول لكم بقى عجبني قوي قوي ان الميلامين ده فيه منه فرداني، شايفين كل الانواع وكل الالوان، مش لازم تاخدوا الطقم على بعضه، في منه فرداني. في بقى الحاجات الفخار دي الله عليها، الطواجن دي يعني بتخلي اي اكل اصلا طعمه حلو، غير انها ممكن تبقى تحفة فنية في المطبخ بتاعك. حاجة جميلة قوي كمان ان هي بغطا، يعني تقدري تخلصي وتغطي الحاجة، مفيش حاجة هتعدي عليها او هتتلوث او اتربة او حاجة زي كده. الشكل اصلا ما شاء الله اللهم بارك جميل. اي حد عايز سعر اي حاجة حبايب قلبي يكتب لي فوق الكومنتات وانا هقول لكم الاسعار بالظبط، وهقول لكم كل حاجة، وهروح في مرة مخصوص علشان اقول لكم الاسعار. انا بس كنت بفرجكم هناك في يعني متاح ايه وايه، والحاجات اللي هناك شكلها ايه وحاجات زي كده. وبصراحة شجعتوني قوي وبقيت فرحانة لما الفيديو بتاعي لقيته في القائمة الرئيسية لليوتيوب، فكنت فرحانة جدا. حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك، كومنت جميل زيكم، تفعيل زر الجرس واشتراك علشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى هنا ده ترمس يا جماعة بكل الالوان بتاعته، حاجة تحفة بصراحة. هنا بقى معرفش في حتة كده علقت في الفيديو بس مش هكمل حاجة اهيت، وهنرجع للفيديو تاني. عايزة اقول لكم عايزة اقول لكم ان الترمس ده فيه منه كذا نوع وكذا لون، شايفين يا جماعة عامل ازاي. انا اسفة على الحتة المظلمة اللي فاتت دي علشان كان الفيديو معلق تقريبا او حاجة زي كده، فهي بس هي ما كملتش حاجة. في كمان حاجات للمدارس، لبس مدارس وشنط وزمزميات زي ما انتم شايفين كده. وفي العاب اطفال وفي عجل وفي تكييف صحراوي بانواعه وفي مراوح، في اجهزة كهربائية. بص انا يعني لو فضلت اقول فيه وفيه وفيه مش هكفي،
كل حاجة تتخيلوها حرفيا موجودة. طيب بقى يا ست الكل، لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك؟ طب لايك بقى، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو ينزل لك ان شاء الله. عايزه اقول لك بقى يا ست الكل ان انا بقدم في القناة بتاعتي هنا مشاريع من البيت صغيرة، وكمان مشاريع تربية دواجن. ولو عايزة تعرفي عن الفراخ البيضة، موجود عندي برضو عن القناة تربية الفراخ البيضة وتربية البط وتربية الفراخ البلدي، ودراسة مشاريع كبيرة جدا، كتيرة قوي، عذرا لان هي مش كبيرة قوي في حجم المشروع. في عندي مشاريع بتبدأ من 50 جنيه، ومشاريع مربحة وحاجة حقيقية وعلى ارض الواقع. انا مش بقول مشروع كده وخلاص، لا، هو بيبقى مشروع ومتنفذ علشان ست البيت اللي بتشوفه او شاب لسه بيبدأ حياته يقدر ان هو ينفذه. وكمان دي حاجة بتساعدني قوي، لاني بحس ان انا هبقى سبب لو 1% لان شخص ياكل لقمة عيش بالحلال وبعرق جبينه. طبعا هنا حبايب قلبي في كمان كبات، شايفين انواع مختلفة جدا. وطبعا هنا كانت الاضاءة مش مظبوطة قوي، انا اسفة جدا. ان شاء الله ان شاء الله ناوية اجيب عدة تصوير، معدات كتيرة للتصوير، او تليفون تبقى الصورة بتاعته واضحة ان شاء الله باذن الله. هطور من القناة وهطور من المحتوى وكل حاجة انتوا عايزينها. يا ريت بقى تكتبولي المرة الجاية عايزين الخروج هتبقى فين، وعايزين اصور لكم ايه، سواء كان مكان سياحي او مكان بتشتروا منه منتجات، او فيديو عن مشروع انتوا حابين دراسة عنه، او فيديو عن اكلة انتوا حابين تجربوها تكون اكلة ترند او حاجة زي كده. طبعا هكون معاكم لحظة بلحظة وهنفذ تعليقاتكم، لان انتوا عيلة بجد والله، عيلة تانية، وانا بحبكم قوي. وشكرا يا همت على الفيديو الجميل اللي صورتيه ده. وكمان هي كانت هنا تقريبا بتشرح لكم ان كل طقم فيه كام علبة وفيه كام غطا، بس الصوت مش واضح. بصوا بقى السعر بتاعه، يعني اسعار والله العظيم خيالية، اسعار جميلة جدا جدا، حاجة حلوة قوي. ده ممكن يبقى طقم حافظة كده في التلاجة. بصوا بقى الحاجات دي كلها ترند، يعني التوابل، طقمة التوابل دي شايفين اللي فاتت اللي هي الازاز دي تحفة. في حاجات كتيرة قوي جميلة بجد والله، حاجات تحفة. انا عايزاكم تستمتعوا بالمنظر، او لو حتى مش هتشتروا، انا ببقى حاسة ان انا عايزة اخرج اتفرج. معرفش في حد زي كده ولا لأ. لو في حد زي يبقى يكتب لي في الكومنتات. انا بحب اروح اتفرج، وبحب المناظر الحلوة والحاجات المنظمة والحاجات المرتبة. بحب منظر الورد، بحب شكل الجناين والحدائق. شايفين بقى النيش ده لوحده كان تحفة كده، مكان متصور فيه بقى حاجات اللي هي الاطباق والحاجات دي عشان تبان كويس. في بقى طقم على بعضه، في حاجات فرداني، في اشكال كتيرة قوي. هنا بقى قسم الاجهزة الكهربائية، الغسالات انواع كتيرة جدا، والاسعار كويسة بسم الله ما شاء الله، وكل حاجة مكتوب عليها سعرها، كل حاجة في قسم لوحدها زي ما قلت لكم. بجد حاجة تحفة، مكان عريق، يعني مكان جميل يستحق ان بجد بجد لو في عروسة او في حد عايز يجهز ما يفضلش في كذا محل، لا، هتلاقوا كل الحاجات الموضة والترند، وفي نفس الوقت هتلاقوها في المكان ده. يعني هتلاقوا حاجات جميلة وممتعة، ومش هتلفوا كتير. يعني هتلاقوا كل حاجة في نفس المكان اللي انتوا هتجيبوا حاجاتكم وخلاص بقى. يعني هتجيبوا الحاجات وهتمشوا، مش هتبقوا محتاجين، لحاجة من نفس المكان، فاهميني ازاي؟ بس هنا بقى كان زي ما قلت لكم كده، ده حتى الكولمانات كل حاجة. عايزة اقول لكم بقى لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امر، يا ريت لايك، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى كان احب حاجة في الصيف طبعا تشوفوا قسم المراوح والحاجات الجميلة دي. عايزة اسيبكم بقى تتفرجوا على الحاجات الحلوة، يا رب اكون افدتكم لو بحاجة بسيطة. انا ببقى فرحانة قوي ان انتوا فرحانين وراضيين عن الفيديو ان انا قدمته، وبفرح بتعليقاتكم كلكم. وطبعا ان شاء الله باذن الله هقدم لكم خروجات كتير زي كده لو الفيديو عجبكم زي الفيديو اللي فات. وانا سعيدة جدا 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 بالمشاهدات بتاعتكم وبتعليقاتكم المحترمة الجميلة. يا ريت بقى يا ست الكل، يعني وصلتي لحد هنا لسه ما عملتيش لايك ولا اشتراك في القناة، يا ريت بقى تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما قلت لك يا ست الكل ان انا عندي مشاريع كتيرة قوي في القناة تقدري تستفادي منها، تقدري تنفذيها على ارض الواقع.
في حاجات بتبدأ من اول مشاريع بتبدأ من اول 50 جنيه. وانا هكون سعيدة جدا جدا لو حد فيكم جرب مشروع من مشاريعي وكتب لي ان هو جربه والمشروع نجح معاه ولا ما نجحش، وان شاء الله يكون ناجح. وعايزه اقول لكم بقى قبل ما الفيديو يخلص، انا بحبكم قوي بجد والله، انتوا احلى عيله. انا كنت بستغرب عن الناس اللي بتقول بحبكم قوي، طب انتوا شفتينا؟ لا، شفت مشاهداتكم وتعليقاتكم وتعلقت بيكم، وبقيت مهتمه ان انزل لكم فيديوهات علشان بجد بجد بقيتوا عيله تانية ليا. وبحبكم جدا 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 يا احلى عيله في الدنيا كلها. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. محدش يفكر ان انا بتكلم كتير، انا لازم طبعا اكون بتكلم اثناء الفيديو علشان ما تملوش. في ناس بتحب كده. بعد كده ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات عليها قصص، واتمنى انها تعجبكم. ويمكن نفس الفيديو انزله لكم بس عليه قصص ان شاء الله باذن الله. لو حد حابب يشوف الفيديو بس عليه قصص يكتب لي في الكومنتات، وانا هكتب لكم الفيديو وعليه قصص. بس قولوا لي في الكومنتات انتوا عايزينه كده ولا لا. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تقولوا لي بنحبك يا روما، وكده انا هبقى فهمت ان انتوا وصلتوا للاخر. وشكرا لحسن استماعكم. يا رب يا رب اكون افدتكم لو بحاجه بسيطه، او تكتبوا لي تم هعرف ان انتوا وصلتوا لحد هنا برضو. وعايزه اقول لكم بقى تصبحوا على خير او صباح الخير على حسب ما يوصل لكم الفيديو. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، ده اكبر مكسب ليا ان انتوا تصلوا على النبي. بجد بعيد عن الفيديو اي حاجه، صلوا على النبي وتشيروا الحلقه عشان اللي عنده عروسه يعرف يجيب لها حاجاتها كلها منين. كنت سعيدة قوي ان انا معاكم النهاردة، وسعيدة جدا للمرة التانية ان الفيديو بتاع اليوتيوب اقترحه في اول حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.